مساء الفل عليكم، تحياتي ليكم من قناة نرمين الماجد. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، وتكون دايما وصفاتي اللي بقدمها لكم بتنال على عجبكم ورضاكم، وأهم حاجة تكون سهلة عليكم في التنفيذ. النهارده بقى بمكون واحد بس هحول لكم الجبنه لجبنه موتزاريلا. النهارده هوريكم ازاي نعمل الجبنه الموتزاريلا بمكون واحد بس، وهتطلع معانا نفس اللي بنشتريها من بره، بتمط اخر حاجه وشلاليه كده زي ما بنقول، وتنفع بقى للبيتزات والكريبات. بما اننا بقى في فتره امتحانات ومذاكره، والولاد بقى عايزين حاجات سندوتشات سريعه وجميله، يبقى مفيش قدامنا غير الجبنه الموتزاريلا دي. اسهل واحلى حاجه نحطها في السندوتشات والبيتزات والمكرونات، وسهله ورخيصه جدا جدا من ان احنا نشتريها من بره. وهنعمل كميه كبيره جدا جدا، وزي ما انتم شايفين، وهوريكم قد ايه الجبنه اكتر من رائعه، هتعجبكم قوي قوي قوي. كل ده هتشوفوه معايا النهارده، وهقول لكم ازاي تحتفظوا بيها جوه الفريزر لاطول فتره ممكنه من غير ما يحصل لها اي حاجه، وتبشروها وتجهزوها. كل ده هتشوفوه معايا. بس لو لسه ما اشتركتوش في القناه، اتمنى تدوسوا على كلمه اشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر، وتفعلوا الجرس على كلمه الكل. ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد، وكومنتاتكم الحلوة الجميلة اللي بستناها وبتشجعني ان انا اعمل لكم دايما وصفات جديدة وجميلة. يلا نبدأ ونشوف هنعمل وصفتنا ازاي. اولا ده عندي لبن سايب زي ما انتم شايفين. اللبن ده انا بجيبه لبن صابح وسايب. يعني ايه لبن صابح وسايب؟ يعني لبن لسه محلوب كده جديد وسايب زي ما انتم شايفين، مفيش اي تكتلات فيه خالص. بدفي اللبن تدفيه خفيفه. طبعا الاول بكون غلياه، وبعد كده بسيبه لحد ما يدفي حاجه بسيطه، وبعد كده بضيف له معلقتين من الخل، وبسيبه زي ما انتم شايفين لمده ليله كامله. في خلال الليله دي اللبن مع الخل هيعمل ايه؟ هيعمل التكتلات اللي انتم شايفينها دي. التكتلات دي عبارة عن الجبنة القريش الفلاحي اللي بنعملها. بنعملها يا إما بالحصيرة يا إما بنعملها بالقوالب اللي هوريها لكم دلوقتي. طب ايه علاقة الجبنة الموتزاريلا بالجبنة القريش اللي انت هتعمليها؟ ما هو ده السر، وهو ده اللي احنا هنعمله. زي ما انتم شايفين عمل معايا كمية كبيرة جدا. هبدأ ان انا اصفي الكمية دي بشاشة، او ان انا اجيب القالب مباشرة. وطبعا المية بتاعة الجبنة القريش دي محدش يرميها عشان لسه هنشتغل بيها. وخلي بالكم في المرحلة دي ممكن تضيفوا معلقة من الملح، وممكن تعملوها من غير ملح خالص على حسب ما انتوا تحبوا. زي ما انتوا شايفين كده هبتدي ان انا اصفي الجبنه بتاعتي خالص بحيث ما يبقاش فيها اي ميه نهائيا، وده شرط اساسي. هحول الجبنه السايبه دي لجبنه قريش. انا اخترت القوالب البلاستيك دي لانها جميله وبتطلع معايا نفس الشكل. تقدروا تعملوها في اي قوالب تانية مخرمه، وتقدروا كمان تعملوها في الحصيره لو موجوده عندكم، وتقدروا كمان تصفوها في شاشه. مش هيفرق ابدا الشكل، لان كده كده احنا في الاخر هنعمل منها جبنه موتزاريلا، يعني هنحملها لوصفه تانية خالص. بس لو انتوا حابين تعملوا الجبنه القريش، هي دي طريقه الجبنه القريش الفلاحي بمنتهى البساطه والسهوله، وبتطلع معاكم زي اللي بنشتريها من بره واجمل بكتير. بتسيبوها بقى تتصفى معاكم لحد ما تتخلص من كل الميه بتاعتها، وبعد كده بتبداوا ان انتوا تطلعوها من القوالب البلاستيك دي. بتقعد قد ايه؟ بتقعد في حدود يومين او 3، وبعد كده بتبقى جبنه قريش وبتبقى جميله جدا زي اللي بنشتريها من بره بالظبط. انا خلصت بقى كل الكميه اللي معايا، وزي ما قلت لكم على حسب عدد القوالب اللي معانا. تقريبا كيلو اللبن بيعمل حوالي 4 وحدات زي ما انتم شايفين بالقوالب، بس بيكونوا مليانين، يعني 4 وحدات كبار. لو احنا هنعملهم زي اللي بنشتريهم من بره ممكن يطلع 6. يعني خلي بالكم ان طبعا بره بتكون زي تجاره كده فبيعملوها صغيره شويه، لكن احنا في البيت بنحب نعملها كبيره كده ومدعومه. خلي بالكم هتملوها للاخر هتوصل للنص، فانتوا تزودوا بقى كتير عشان تبقى معاكم حجمها حلو. ده بقى الشرش اللي فضل مننا، وده محدش يرميه، عشان هقول لكم على الحاجات المفيدة جدا اللي بنقدر نعملها بيه. وده الجبنة، وسبتها لمدة 3 ايام، وهنشوفها بعد 3 ايام. شايفين نزلت طبعا خالص، لان كده ابتدت المية تنزل منها، وابتدت ان هي تطلع معايا بكل سهولة. بسندها كده واطلعها بتطلع بنفس الشكل القالب زي ما انتم شايفين. وتقدروا زي ما قلت لكم تستخدموا قوالب مختلفة. عملنا الكمية اللي احنا شايفينها كده من الجبنة القريش، ودلوقتي هنبدأ نحول الجبنة القريش لجبنة موتزاريلا بطريقة سهلة وبسيطة، وبمكون واحد بس موجود جوه مطبخنا كلنا. وهقول لكم على الطريقة، بس اوعوا تكونوا رميتوا الشرش بتاع الجبنة، عشان ده اللي هيكمل معانا لآخر الوصفة. بالمناسبة الشرش ده تقدروا تعجنوا بيه معجنات ومخبوزات، بيطلع نتيجة أحلى من اللبن بكتير. وتقدروا تعملوا بيه الكيكة، تضيفوا للكيكة نص
نص كوبايه منه، وادعوا لي وكلوا احلى كيكه واهش كيكه واجمل كيكه. ما تقولوش ان هو حادق، لا بالعكس، ده بيعادل حموضه اي حاجه وبيخليها جميله جدا جدا. زي ما انتوا شايفين كده اللبن تكتل معانا وبالشكل اللي انتوا شايفينه. جبت الجبنه وبعد كده فتفتها تاني جوه الشرش، بس فتفتها بعد ما بقت جبنه، مش فتفتها وهي جبنه خفيفه. وبدات ان انا ارفعها على البوتاجاز بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، وابتديت ان انا اقلبها، وابتدي ان انا اضيف ليها الشرش واحده بواحده، يعني مش كميه كبيره. وحطيت معاها معلقه صغيره من النشادر، وهو ده المكون السحري الخطير. وهبدا ان انا اقلبهم زي ما انتوا شايفين كده في حله، وابتدي ان انا استمتع واشوف بقى المطه الجميله اللي هتظهر معايا دلوقتي، ويتكون معايا قالب الجبنه الموتزاريلا. تبداوا بقى تزودوا واحده بواحده الشرش بتاع اللبن لحد ما يتحول معاكم الخليط اللي انتوا شايفينه ده للخليط السايب اللي احنا شفناه اول الفيديو. وده بقى الحلاوه بقى بتاعت الجبنه الموتزاريلا اللي احنا هنحولها من الصوره الصلبه للصوره السائله، وبعد كده هنجمدها، وبعد كده هنبتدي نبشرها. شايفين كل مدى الجبنه هتبتدي تفك معايا وتسيب واحده بواحده لحد ما تبقى زي الميه كده تقريبا، بس مش الميه بتاعت الحنفيه، لا بتبقى الى حد ما تخينه سنه وانت بتصبيها. بس شايفين النشادر ده فك الجبنه معايا خالص، فكها كده وحولها زي ما انتوا شايفين المكون اللي انتوا شايفينه ده زي المهلبيه تقريبا. وهبتدي ان انا اقلب واحده بواحده زي ما انتوا شايفين، واضيف معايا الشرش بتاع اللبن تقريبا. هنقول المقادير بالظبط، كل 2 من الجبنه القريش اخدوا معايا ربع كوبايه، نص كوبايه من كل واحده بتاخد ربع كوبايه من الشرش، يعني الاثنين اخدوا معايا نص كوبايه من الشرش عشان يوصل للقوام اللي انتوا شايفينه. شايفين كل مدى بتفك بقى وبتسيب خالص معايا. ودخلنا بقى النشال ونبتدي ان احنا نقلب فيها كده. ممكن نضيف لها معلقه من الزبده لو احنا عايزينها تبقى دسمه وحلوه وتبقى صفرة زي ما انتوا شايفين، وممكن ما نضيفش زبده خالص لو احنا حابين. شايفين المطه بتاعتها ظهرت بقى معانا المطه بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده. ابتدي ان انا اجيب كيس ثلاجه وابتدي ان انا اصب بقى الجبنه المطاطيه جوه قالب زي ما انتوا شايفين بعد ما مطت معايا. شايفين حتى وهي نازله مطاطيه جدا. وهبتدي ان انا احطها جوه الثلاجه ترتاح مش اقل من ساعتين، وبعد الساعتين كاملين جوه الثلاجه ابتدي ان انا اطلعها، اريحها 5 دقائق كده، وبعد كده اطلعها من القالب. هتبقى معايا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه كده، ماسكه نفسها وجميله جدا جدا. هبتدي ان انا اسلكها من القالب، ولو انا حاطه كيس ثلاجه مش محتاجه ان انا اسلكها، دوبك ارفع الكيس كده هلاقيها اترفعت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه. وابتدي ان انا اجيب المبشره وابتدي ان انا ابشرها زي ما انتوا شايفين. هتكون معايا الجبنه الموتزاريلا الجميله، وتقدروا تستخدموها صوابع زي كده جبنه مشلشله، وتقدروا بقى تحشوها في الباتيهات والساندوتشات والبيتزات والكريبات وكل الحاجات الحلوه اللي احنا بنحبها. كل ده النهارده هتعملوه من الجبنه القريش. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس على كلمه الكل. ما تنسوش بقى لايك وشير الفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. كومنتاتكم الحلوه اللي بسعد بيها وبتفرحني جدا جدا، ودعمكم وانتسابكم لقناتي اللي بيشجعني جدا جدا. تحياتي ليكم بألف هنا وشفا. استنوني دايما في وصفات. تحياتي ليكم واشوفكم دايما يا رب على خير قريب.